مرحبا بكم في حلقة جديدة من كيفاش وعلاش. في حلقتنا اليوم غنسافروا بكم في رحلة تاريخية لأحد أكثر الفصول المؤلمة في تاريخ المسلمين، الأندلس الحبيبة، وبالضبط بعد سقوط غرناطة. غنغوصوا بكم في أعماق التاريخ وغنكتشفوا قصص أقل شهرة لكنها تتحمل بالفصول ديالها معاني كبيرة. اليوم غنحكي لكم على قصة أحمد بن القاسم الأندلسي الحجري أو الحجري، الراجل اللي عاش بين جوج حضارات وشهد تقلبات كبرى في تاريخ الأندلسيين. كيفاش هرب من إسبانيا، علاش مشى لفرنسا وهولندا، وشكون هو أربينوس اللي غيتلاقى به. جاوبنا على هاد الأسئلة وأكثر في هاد الحلقة. كان أحمد بن القاسم من الأندلسيين اللي عاشوا محاكم التفتيش بكل الرعب. كانت الكنيسة الكاثوليكية تتعقب وتتبع أي شخص يشتبه به أنه مسلم، وتتفرض عليه إما التنصير القسري ولا التعذيب الوحشي، ولا اقتضى الحال يتحرق وحي. كانوا الأندلسيين كيعيشوا في الرعب، تيمارسوا الإسلام بالسر كما كنقولوا بالسكوتي، واللي زغبوا الله وحصل راه غيوديها غالية، والعقاب ديالو غيكون قاسي وصعيب بزاف. في ظل هاد الجو المرعب واللي كيخلع، غيقرر أحمد بن القاسم يهز ساكو في كتافه ويهرب ويريسكي بحياته. كانت الرحلة محفوفة بالمخاطر، لكن الفرصة كتجي مرة واحدة. غيغتنم هاد الفرصة وغيوصل لمنطقة حصن البريجة اللي كانت آنذاك تحت سيطرة البرتغاليين، ومنها غيتمكن من العبور ويدوز للمغرب، ويلقى راسو في معسكر السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي. بعد الوصول للمغرب وما قداتو فرحة، غيولي أحمد بن القاسم ترجمان في ديوان السلطان زيدان بن أحمد المنصور. فضل الإتقان ديالو اللغة الإسبانية والعربية والحذاقة ديالو، شي اللي غيخليه يلعب دور مهم في ترجمة الكتب والتواصل بين المغرب والدول الأوروبية. كان المغرب في ديك الوقت على علاقة متوترة مع إسبانيا، شي اللي غيخلي الترجمة أداة دبلوماسية متميزة. لكن سنة 1609 غيتصدر قرار من الملك الإسباني فيليب الثالث بطرد جميع الموريسكيين من إسبانيا. كانت بمثابة الصاعقة الكارثة، حيث غيطردوا آلاف من الأندلسيين، شي مات في الطريق واللي ما تباقي مشى ليه كاع الرزيق اللي عنده. أحمد بن القاسم كان شاهد على هاد الأحداث، كان شاهد على أحداث العصر ديالو وسجلها في الكتاب ديالو ناصر الدين على القوم الكافرين. وفي خضم هذا الركام ديال المشاكل وصداع الراس، غيقرر أحمد بن القاسم يسافر، وهاد المرة غيبدل الوجهة ديالو، غيمشي لفرنسا في محاولة باش يرجع فلوس الأندلسيين اللي نهبوها القراصنة الفرنسيين. لكن الرحلة ما غتكونش سهلة كيف ديما. هو غادي مع مجموعة من الأندلسيين ومشاقين عباب البحر، غيتعرضوا للهجوم من طرف قراصنة فرنسيين زرامة ديال البحر، غيديو لهم كاع الرزيق وغيلوحهم في جزيرة مهجورة بلا ما وبلا ماكلة. لولا لطف الله عز وجل غيدوز واحد الباطو ديال النقازة اللي غينقذهم، لكانت هذه هي النهاية ديالهم والنهاية ديال البودكاست ديالنا. لكن الله ما بغاش هاد القصة توقف هنايا. غيوصل لباريس وهنا المفاجأة.
تلاقى بالعائلة الممتدة ديالو، الجالية الأندلسية الكبيرة اللي كانت كتستقر تما، لدرجة أن السلطات الفرنسية غادي تعينوا قاضي الأندلس. وأثناء التواجد ديالو في فرنسا غيتلاقى بالصدفة بواحد المستشرق فرنسي يدعى هوبرت، اللي غيبدا اهتمام كبير بالثقافة العربية، وطلب من أحمد بن القاسم باش يقرأ ليه بعض الكتب العربية ويشرح ليه المعاني ديالها. لكن سرعان ما غيكتشف أحمد أن هوبرت ماشي مجرد مستشرق، أمر كان تيتعدى أنه مستشرق، كان جاسوس خدام صالح الملك الفرنسي، حيت غادي يعرف من بعد أنه كان كيزور من قبل المغرب باش يراقب السلطان المغربي. من خلال هوبرت غيتعرف أحمد بن القاسم على شخصيات أخرى مهمة مثل أربينوس، المستشرق اللي كان كيجمع مادة الكتاب ديالو مقدمة في القواعد العربية، واللي غيتأثر أثناء إقامة أحمد بن القاسم في مدينة لايدن الهولندية سنة 1613. بعد فترة وجيزة وقصيرة في فرنسا، قرر أحمد بن القاسم التوجه لهولندا، حيث كانت العلاقة بين المغرب وهولندا مزيانة بسبب العداء المشترك بين الهولنديين والإسبان. بمجرد وصول لأمستردام تذكر صاحبه الهولندي اللي كان تلاقى به في باريس وكتب ليه رسالة كيقول ليه فيها بأنه راه وصل له وكيطلب المساعدة ديالو، وهذه الرسالة غادي يتم العثور عليها ضمن مجموعة من الوثائق التاريخية الهولندية، حيث كتب أحمد بن القاسم فيها: أنا المسلم اللي جا من مراكش المحروسة في شأن الخصومات. هادشي كيدل على أن الراجل كان كيسعى لحل القضايا الأندلسيين في أوروبا، وأنه كان كيجري في الخير. لجانب النشاط ديالو في الترجمة والتواصل مع الأوروبيين، يكتب أحمد بن القاسم رسالة طويلة للموريسكيين في إسطنبول، كيشرح فيها الأوضاع الأندلسية للمهاجرين وتنقل لهم معاناتهم. هذه الرسالة تكتبت بالإسبانية وغترجم من بعد الإنجليزية، وهي من أهم الوثائق اللي تكشف لنا وضع الموريسكيين في أوائل القرن ال17. هكذا تلقاو أن رحلة أحمد بن القاسم ما كانتش مجرد هروب من الاضطهاد، بل كانت مغامرة استثنائية قادته العمل في ديوان السلطان المغربي والاحتكاك بالمستشرقين الأوروبيين والتعامل مع الجواسيس، وحتى محاولة الدفاع عن حقوق الأندلسيين في أوروبا، اللي ما كانش مجرد مترجم أو مؤرخ، بل كان شاهد حقيقي على أحداث كبرى غيرت مسار التاريخ. ولا عجبتكم هذه القصة ما تنساوش تتابعونا في الحلقات القادمة باش نكتشفوا مع بعضياتنا المزيد من الشخصيات والقصص التاريخية المثيرة، وشاركونا آراءكم في التعليقات حول هذه القصة اللي سمعتوا اليوم. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من كيفاش وعلاش.